تسريب خبر صادم لكل الشعب العراقي والجماهير العراقية وحتى الجماهير الأردنية. كاساس تقصد بتشكيلته انه يخسر امام الاردن، خلى الشوط الاول يخلص سلبي. الشوط الثاني عمل تبديلات وتحسن منتخب العراق، لكن فات الاوان. الاتحاد العراقي طلب من المنتخب العراقي خيسوس كاساس ان يتعادلوا مع المنتخب الاردني، وحتى ما تكبر الفتنه بين البلدين قصدوا ان يتعادلوا مع المنتخب الاردني. هذا مستحيل شيء معقول. الاتحاد العراقي طلب من مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس ان يتعادلوا مع المنتخب الاردني، وطلبوا من كاساس ان يدخل لاعبين المنتخب العراقي اللي ادائهم تراجع. وكنا شفنا الشوط الثاني المنتخب العراقي سوى تغيير بسيط، دمروا لاعبين المنتخب الاردني وكانوا راح يفوزون عليهم، ولكن هم تقصدوا حتى يتعادلون مع المنتخب الاردني حتى لا تزداد الفتنه بين البلدين. ما جاء صدق، اقسم بالله ما جاء صدق. انا كنت اقول وكل العالم كانت تقول انه المنتخب العراقي عندهم لاعبين مميزين، عندهم لاعبين اقوياء، لاعبين مرعبين، وكانوا يقدرون يفوزون على الاردن. لك شنو انتوا يا الشعب العراقي؟ شنو انتوا يا الاتحاد العراقي؟